3 خطوات لو حضرتك طبقتيهم او حضرتك طبقتهم اثناء الفتره الشتويه وفتره المدارس، هتنزل نزول صحي وامن من 10 ل 15 كيلو بمنتهى السهوله ومنتهى الاريحيه. يا هلا ويا مرحبا بالاجواء الشتويه واجواء المدارس. هتخسي هتخسي هتخسي. احسن وقت تخسي فيه في السنه هو وقت فصل الشتاء. فصل الشتاء من الاجواء الجميله جدا اللي بيكون النزول فيها سهل، وفي طقوس جميله قوي نقدر نعملها ننزل فيه الوزن. اولا انتظام هائل بالمواعيد، ودي اهم دايما ميزه بنفتقدها اثناء نزول الوزن فتره الصيف. بيكون عندنا لخبطه بسبب الاجازات، بسبب عدم وجود التزام بالمدارس او بالجامعات او بالاشغال، وبالتالي الديناميكيه بتاعت اليوم مش منتظمه نهائيا. اذا الديناميكيه بتاعت اليوم منتظمه جدا في الشتاء، وبنحس اليوم في اريحيه كبيره قوي، في وقت متاح نقدر نعمل كل حاجه، غير طبعا المواعيد الثابته. اذا لازم تخسي في الشتاء علشان ده انسب وقت تخسي فيه. ازاي يا دكتور؟ ده الشتاء احنا بنصحى بدري قوي، انا بجوع كتير قوي بالليل بسبب ان انا بصحى بدري وباخد وجبه متاخره، فبالتالي ما كنتش عارف اعمل ايه. عشان ده غلط. في خطوات صغيره، هقول لك 3 خطوات لو عملتيهم فصل الشتاء والتزامك بالمدارس. 3 خطوات دول يخسسوكي من 10 ل 15 كيلو في الشهر. ممكن توصلي 10 كيلو، سهلين جدا. اول خطوه علشان تخسي في الشتاء لازم يكون عندك 3 وجبات رئيسيه ثابته، فطار غدا عشاء. يعني يا دكتور انا بصحى الصبح ما بقدرش اكل، ما بيكونش ليا نفس. على فكره في حل للموضوع، ارجعي لحد متخصص هيقول لك الحل ايه. لو صحيتي من النوم وما لقيتيش عندك شهيه للفطار اللي هي الوجبه الرئيسيه للمحرك، خدي حاجه فيها فيتامينز زي التفاح، زي البرتقال، زي الجوافه. الفواكه دي يا جماعه بتحفز الجسم ان هو يبدا يطلب اكل ويشتهي الاكل، فبالتالي فواتح شهيه. خدي كوبايه زبادي لايت، خدي حاجه بسيطه، وبعدها بنص ساعه او ساعه ابداي خدي وجبه افطار متكامله تحتوي على البروتين وعلى النشويات وعلى الفيتامينات او المينرالز. طيب قلنا اول حاجه مواعيد ثابته، فطار غدا عشاء. طيب وجبه الغداء وجبه العشاء اهم من وجبه الفطار في الشتاء. ليه؟ وجبه الفطار هتحرك الحرق على مدار اليوم، وجبه الغداء هتخلي ما يكونش فيه نهم وشراهه بالليل، وجبه العشاء هتقومك تاني يوم بدون اي مشاكل صحيه، ومعدلات جسمك هياكل ويشتغل. يعني ما حدش يجي في الشتاء او في اوقات المدارس يقول لي دكتور انا بصحى الصبح ما بفطرش، بس انا باجي من المدرسه او باجي من الشغل او باجي من مهامي اليوميه او الحياتيه باخد وجبه الغداء، والوجبه اللي بعدها بتكون متاخر قوي. اولا بتحصل اضطرابات كتيره في الجسم، المجهود الحركي الكتير اللي بنبذله ده بيأثر بالسلب مش بالايجاب. فاذا 3 وجبات رئيسيه ده مهم جدا. تاني خطوه هتعمليها اثناء فتره المدارس او الفتره الشتويه ان انت حضرتك هتعتمدي في البرامج بتاعتك على نشويات صباحيه. يعني ايه؟ المعلومه دي محدش بيقولها كتير يا جماعه. ايه النشويات الصباحيه؟ يعني دايما لو عندي اي لخبطه اي عك في يومي اقدر اخده معدل الصبح، لان المعدل ده بيكون فيه الحرق شغال كويس جدا، فبالتالي اي سعرات حراريه زياده دخلت الجسم بيعرف يتغلب عليها ويعرف يكسرها بكل سهوله. لكن ما لخبطش بالليل، عندي لخبطه، عندي عك، عندي عدم انتظام في الاكل، خليه الصبح. بالليل لازم يكون في انتظام، عشان بالليل خلاص معدلات الايض للجسم كلها بتقل. يبقى تاني حاجه قلناها لو في اي لخبطه في اليوم نخليها الصبح. تالت حاجه مجهود حركي كل يوم من 20 ل 30 دقيقه. احنا اصلا يا دكتور بنعمل كده، حلو قوي بقى. كملي اللي انت بتعمليه بالوجبات الرئيسيه، كمليه بشرب الميه، كمليه باللخبطه الصبح بس ما تلخبطيش بالليل. يعني يا دكتور احنا بنبذل مجهود كبير، خدي نشويات في الفطار، خدي نشويات في الغداء، بس امنعي نشويات بالليل. اوعي تاخدي نشويات بالليل فتره الشتاء، عشان معدلات الحرق بتبقى كويسه، فجسمك بيبدا يخس كويس ويتغذى على مخزون الدهون. لو دخلت سعرات كتيره هيحرق السعرات دي، مش هيروح لمخزون الدهون، وبالتالي مش هيحصل اي نزول في الوزن.